السلام عليكم. وحشتوني ويا رب اكون وحشتكم. بصوا بقى، انتوا عارفين ان انا ما بطلعش اتكلم في حاجه الا لما اكون شاغله دماغي كده فانا دلوقتي اللي شاغل الراي العام كله والسوشيال ميديا كلها المذيعه آلاء عبد العزيز. فانا عايزه اقول وجهه نظري بطريقتي الخاصه بقى. آلاء عبد العزيز دي اللي ما يعرفهاش، الاول كانت بتعمل برامج عاديه وبتستضيف الناس والدنيا ماشيه 100 فل و10. وبعدين طلعت عملت عمرة وصورت لنا بقى العمرة بقى، ورايحة فين يا حاجة يا ام لطيفة 100 فل و10. رجعت من العمرة، لبست التحجيبة وقالت أنا طبت واتحجبت الحمد لله، مبروك مبروك. بعد ما تابت واتحجبت وقدمت لنا برامج دينية، وبرامج دينية جميلة بصراحة، ويا ريتها كانت كملت فيها. بعد شوية عرفنا ان هي اتطلقت، هي معاها بنت دلوقتي، اتطلقت، بقت هي صاحبة اول حفلة طلاق. طلعت عملت لنا حفلة طلاق وخلاص. طب اتطلقتي يا شيخة واحتفلتي وانبسطتي وفرحتي، خلاص اتطلقتي، طب ماشي. بعد كده اختفت شوية وهوب طلعت لنا في فيديوهات حاجة تانية خالص. حد بقى متبرج في لبسه، والشعر السايب كده المنكوش، والميك اب، والهدوم اللي مش عارفه اللي كاشفه واللي ساتره واللي مش ساتره. وطلعت بقى بتتكلم في حاجه تانية خالص، بتقول انا نمت وصحيت لقيت نفسي بقلع الحجاب وبخرج بالليل ومش عارفه يعني تحولت بين يوم وليله من ست محجبه بتقدم برامج دينيه لفتاة ليل بقى، زي ما هي بتقول كنت بطلع الشارع ومش عارف وبقت منتشرة على جميع المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي. طبعا لان احنا بنحب الحاجة الرايجة دي، والحاجة اللي احنا بنقعد يعني نلت ونعجن فيها كتير. وهي بصراحة يعني ما ادتلناش فرصة ان احنا نبعد بعيد، وكل ما تقلب على منصة تلاقيها وتطلع بقى تغني ومش عارف هي اسمها آلاء. تقول لك انا ليلي، انا ليلي مش آلاء، آلاء دي مش عارف آلاء دي عارفين وبعدين تقول اللي حصل لي هو بالظبط اللي حصل لسعاد حسني في فيلم بئر الحرمان. الله، هو لو انت حد عنده انفصال في الشخصية بتبقي مركزة قوي في اللي حصل لفلانة وبيحصل لك وانت بتتصرفي كده وبتتصرفي كده والكلام ده كله؟ الموضوع كله لا داخل دماغي ولا اي حاجه من من الحبشتكنات دي كلها، مش داخله دماغي. مش مهم يا جدعان، انا مش دكتوره، بس الدكاتره بقى بتوع علم النفس بيقولوا بقى، بيقولوا ان حاله الانفصال في الشخصيه والحاله اللي هي بتتكلم عليها دي بتبقى يعني من اساسياتها ان هي بتبقى حاجه كده عامله زي جنون العظمه، ان هي حاسه ان هي ملكه، ان هي الهه، زي الناس اللي كانوا بيطلعوا يقول لك انا المهدي المنتظر. حاسه بالعظمه وحاسه ان هي هتشاور للدنيا يمين تمشي وتشاور للدنيا شمال تمشي، حاجه كده يعني والاهم من كده ان الحاله دي ما بتتعالجش، عشان بس نوفر عليها تطلع لنا بعد كام يوم وتقول لك انا خفيت، زي ما طلعت وقالت اصل انا واحد شيخ كان طالب مني حاجه وحشه وانا لما رفضت وقف حياتي كلها وخرب الدنيا كلها. عشان كده طب هو الشيخ ده عمل لك ركبك عفريت، ولا الشيخ دوت عمل لك انفصال في الشخصيه؟ انفصال في الشخصيه ده مرض نفسي بيجي للشخص نفسه، بيبقى حاله اكتئاب، حاجه اتعرض لها، صدمه عصبيه مش عارف لكن مش شيخ قال لك كلمتين ولما ما عجبتيهوش راح بعت لك انفصال في الشخصيه. ماشي، هو انا ممكن اقول لك يركبك عفريت، عارفه العفريت، بس بعد كده بقى عشان ربنا برضه يعني يفضح امرها. في مذيعه انا بثق فيها جدا ومذيعه محترمه جدا واكيد كلكم عارفينها، اللي هي اسمها مروه صبري. مروه صبري اتصلت بيها وقالت لها انا عايزه استضيفك عندي في برنامج وهنجيب دكتور نفسي وتقعدي قصاده واحاول نساعدك. كتر الف خيرك، كتر الف خيرك والله. تعمل هي بقى؟ قالت لها لا
طب ما تجيبي شيخ وخلي بالك المشاهدات هتبقى عاليه قوي 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 وهنعمل ترند. قالت لها ترند ايه؟ انا جايبه عايزه اجيب دكتور واساعدك. قالت لها ايه؟ لا. طب قولوا لي، هو انتوا بتدفعوا فلوس؟ قالت لها بندفع فلوس. انا بقول لك انا هساعدك. قالت لها لا، عايزاني اطلع في البرنامج ده قبل اذاعه البرنامج، قبل البرنامج ما يطلع على الهواء بساعه، عايزاني اطلع في البرنامج، هاخد 10,000 جنيه، واي حد هيتصل بيا على برنامج هاخد 10,000 جنيه عشان اطلع فيه. انا خلاص بقيت ترند وبقيت مشهوره قوي. فقالت لها قولي لي مين اللي بيتكلم معايا، الاء ولا ليلي؟ قالت لها انا الاء. عارفين معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل الحاجات اللي كانت بتحصل دي عباره عن ترند. وربنا يشفي كل مريض يا ستي، ربنا يشفي كل مريض. وربنا يهديكي، وربنا يهديكي. اصل موضوع الترند ده بقى مرض، عارفين بقى مرض. يعني واحده تطلع مثلا تشتم ابوها تبقى ترند، فاكرين بتاعت الشارع اللي وراه. واحدة تانية تطلع تتخانق هي وجوزها، واحد يطلع يشتم مراته وعياله، واحدة تطلع تخش تلبس لنا مش عارف طقم ايه وتقول لك ايه رأيك في الاوت فيت بتاعي؟ انا مالي يا اختي، ما تلبسي اللي يعجبك ودوري في داهية. انا مالي انا، انت بتاخدي رأيي ليه؟ يعني احنا لو 5 6 اختلفنا على الرأي في الهدوم اللي عندك، ده بلاش وده بلاش وده بلاش، هتخرجي عريانة؟ ايه القرف اللي احنا بنشوفه ده؟ ما تخليكوا واضحين وصراحة كده واللي اعمل حاجة اللي من قلبك، اعمل حاجة اللي من قلبك. والارزاق بقى على الله، مالكش دعوه بحاجه تاني والكلام ده كله. يعني الناس اللي واخده فيها مقلب ومفكره ان انا بطلع على السوشيال ميديا وبعمل فيديوهات او الكلام ده كله وبطلع على التيك توك والحاجات ديت، مفكره ان انا يا ما هنا يا ما هناك. لا والله العظيم، الحمد لله والستر لله، انا عايشه على معاشي، ولغايه دلوقتي بحط حق الباقات من جيبي، وما جانيش ولا مليم من السوشيال ميديا. قول يا رب كده ربنا يرزق. ومعنى كده ان انا لما يجيني فلوس مش هزعل، بالعكس ده انا افرح قوي. افرحش ليه؟ حد يجي له خير ويقول لا؟ ادعوا لنا كده بالهدايه، ادعوا لنا بالهدايه يا رب، ربنا يسترها وربنا يهديها ولا يشفيها. سلام عليكم. انا مستنيه طرقاتكم كل كلامكم والحاجات دي كلها. ويا ريت نشير الفيديو عشان الناس تشوف الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، عشان في حد قال لي انا شفت لك فيديو وانت بقيتي مشهوره. فيا رب كده، انا مش مصدقاك بس ان شاء الله. سلام عليكم.